في كم اجانب غير طبيعي من كل الجنسيات بقى. البيت اللي ورايا ده هو البيت اللي اتصور فيه فيلم جعلتني مجرما بتاع احمد حلمي. انا بجد مش مصدق انه ده موجود لحد دلوقتي، دي حاجه عظيمه. كنت مخضوض من ان انا اروح يوم الجمعه، ولكن لا، ما كنتش متخيل العدد ده كله. غير طبيعي. سليم دلوقتي موجود في مكان من اقدم واحسن الاماكن اللي ممكن تشوفها في حياتك، وهو مجمع الاديان. المكان ده بجد من اكتر الاماكن اللي فيها اثر وتاريخ وحكايات من كل مكان. لو اول مره تشوف اي فيديو ليا على الشانل هنا، فادخل دلوقتي حالا سبسكرايب على القناه وشوف كل الفيديوز الجديده. احنا بنستكشف اماكن جديده ومختلفه في مصر وحوالين العالم. دي كنيسة المغارة والشهيدين سيرجيوس. الكنيسه دي من احسن واقدم الكنائس هنا. بصوا شكلها والمدخل بتاعها. You're making videos with GoPro? I have GoPro as well. I just wanted to let you know. المكان هنا بجد شكله حلو جدا ومختلف، وفي تفاصيل في كل حاجة. المكان نفسه شكله قديم وأثري جدا، وتحس إن أنت في مكان كله تاريخ وكله أثر بشكل غير طبيعي. في لاين او طابور المفروض ان احنا بنقف فيه علشان نعرف ندخل المكان ونستكشف المكان من جوه. ده المكان ولا في الاخر ان احنا المفروض هنستكشفه من جوه؟ بصوا اللاين الطويل ده. مش متخيل بصراحه العمق بتاع المكان واثره. تحس ان انت داخل مكان اثري قديم قوي قوي. طيب فاكرين واحنا هناك لما حكينا عن really old books. It's okay, you can just move. It's okay. Would you be mad if I jumped into it? No, I'm not gonna be mad. You're welcome to my vlog. في كتب قديمة جدا، تقريبا دي كتب سماوية من الحاجات اللي موجودة هنا في المكان. واو. البير اللي شربت منه العائلة المقدسة لما جت في مصر موجود لحد دلوقتي وشكله محفوظ لحد دلوقتي. حلو جدا. هو متغطي بإزاز لكن هو من جوه، فهو واضح قوي ان هو العمق ده يتريدي. واللي ورايا دي الكتب القديمة بتاعت التوراة اللي موجودة لما كانت موجودة العائلة المقدسة في مصر، فليها تاريخ كبير قوي. بصوا كلها كتب. This is the way where Mary and Jesus were living from. And then when you تعالوا بقى نكمل التور في المكان التحفة ده. بصوا هنا. We can see what is behind here. صراحة من الحاجات اللي بسطاني جدا كحد مصري، يعني ان في كم اجانب غير طبيعي كلهم عاوزين يستكشفوا المكان وعن كيوريوس ان هم يسالوا ويعرفوا عن تاريخ المكان وعن اثر المكان. فدي حاجة بصراحة ملهمة، ان انت تاريخ بلدك في ناس تبقى حابة تعرف عنه وحابة تسأل عنه. دلوقتي بقى هننزل البير او هننزل المكان اللي كانت مستخبيه فيه العائله المقدسه لما جت لمصر. المكان موجود لحد دلوقتي، واطي جدا. بصوا في ناس كتير بتنزل فيه، هو مكان تحت. في عدد كبير قوي من الناس نازل، وهو المكان صغير شويه. دي المغارة اللي كانت موجودة فيها العائلة المقدسة 3 شهور في مصر. بصوا شكلها عامل ازاي. هي مغارة صغيرة جدا وضيقة جدا، فعدد الناس كبير شوية، لكن هنحاول نستكشفها. فيها نور بسيط قوي، فهو ده اللي باين منها. دي المغارة نفسها اللي كانوا مستخبيين فيها، هي كلها عبارة عن صخر، مكان قصير جدا أو صغير جدا، فيها عواميد من اليمين والشمال. هم حاطين دلوقتي إضاءة صغيرة عشان الناس تشوفه وعشان الناس تتفرج عليه. That's from here. بنطلع منها. المكان ضيق بشكل غير طبيعي، بس المكان فعلا يستاهل الزياره، يعني كان يستحق الزياره جدا. مكان تحس انك موجود في مكان قديم جدا، الاسقف العاليه التصميم بتاعه فيه روحانيه كده جدا جدا بصراحه.
السقف العالي بتاع المكان، بص الإضاءة بتاعت المكان، بصوا الصخر والطوب والحاجات دي كلها. حاطين هنا حاجات كده بتريليت لوجود العيلة المقدسة في مصر. تعال اسألك على حاجة. اللي جوه في مكان تاني ورايا، بس المكان ده مقفول وبرده تبع المغارة كلها، ولكن ده مكان أكبر ومعمول له إضاءة أحسن. أنا بجد مش مصدق إنه ده موجود لحد دلوقتي، دي حاجة عظيمة. الطول بتاعه شكله رهيب جدا، بص البنى بتاعها حاجة غاية في الروعة بصراحة. بص التصميم بتاعه كمان المكان أحلى حاجة فيه إنه محتفظ بكل الآثار بتاعته وكل الحاجات بتاعته من وقت ما كانت العيلة المقدسة موجودة في مصر. فدي بصراحة من أحلى الحاجات اللي موجودة لحد دلوقتي. يعني أول مرة أشوف في مكان يبقى فيه حفظ واهتمام بالأماكن الأثرية كده في مصر. أتمنى يبقى ده في كل الأماكن. بجد شكله حلو جدا 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 جدا، شغال طبيعي. ايه الروعه دي بجد؟ ايه الروعه دي؟ ايه المكان التحفه اللي انا فيه ده؟ اكتر حاجه بقى بتميز المكان هنا ان الشوارع هنا كلها ضيقه جدا، فانت تحس ان انت مش موجود في مكان اثري او متحف تقليدي، انت موجود في مكان كده يعتبر زمان كان حاره او سكن او الناس عايشه فيه. ليه بقول لك كده؟ بصوا الحواري ضيقه جدا جدا، يعني مجرد ما تدخل المكان الحاره بتاعته ضيقه قوي قوي، وشكل البيوت او شكل التصميم بتاعها كان باين ان كان في ناس عايشه هنا، وان هو مكان له تاريخ قديم وله حاجات قديمه. والاكتر بقى الاحسن من كده ان هنا كانت بتصور افلام وحاجات كتيره قوي، من ضمنها فيلم جعلتني مجرما وفيلم جعلنا البيان التالي، فيهم مشاهد كتير اتصورت هنا. البيت اللي ورايا ده هو البيت اللي كان فيه احمد حلمي في الفيلم بتاع جعلتني مجرما. بصوا ده البيت، شكل التصميم بتاع البيت حاجه عتيقه قديمه جدا جدا، شكله يعني من مئات او الاف السنين. بصوا شكله عامل ازاي، حقيقي شكله بيت قديم جدا وشكله مختلف جدا جدا وقديم، واثره كمان قديم. الناس هنا موجودين من وقت تصوير الفيلم. ده البيت شكله قديم قوي، وكان في كمان ناس ساكنه تانية هنا في العماير اللي ورايا دي او البيوت اللي ورايا دي، ولكن دلوقتي مش موجودين، فتحس شكل البيت نفسه قديم عتيق جدا جدا. بصوا السلالم بتاعت البيت، البيوت القديمه شكلها، وفي اماكن جوه او في شارع جوه. عايز اوريكم الشارع نفسه او المكان جوه. طبعا في ناس ساكنه، تخيل انك ماشي في شارع ضيق جدا جدا وكان في ناس ساكنين فيه زمان، وكل 5 سم تلاقي بيت. بصوا ده المدخل بتاع الشارع، بصوا البيوت هنا عامله ازاي. ده البيت، بصوا هنا في بيت تاني قدام، في بيوت تانية قدام هنا، وده الظهر او الناحيه التانية بتاعه البيت اللي كان بيتصور فيه فيلم جعلتني مجرما اللي كان فيه احمد حلمي ده. بصوا هنا الشباك والشباك، البيوت عامله ازاي، ضيقه جدا، مساحتها كلها زي بعضها، مفيش فرق كبير في المساحه ما بين البيت والتاني. هنا بيت، هنا بيت، هنا بيت، شكل المنطقه كلها تحس ان انت دخلت منطقه من زمن تاني، من وقت تاني. بصوا عامله ازاي، جميله. خارج منها دلوقتي حاسس ان انا كنت موجود في عالم تاني. حلو قوي قوي قوي. المنطقه بقى كلها كان فيها ناس ساكنه، يعني مش الشارع اللي احنا دخلناه بس، لا اللي ورايا ده كان بيت، الناحيه التانية هنا كان بيوت وناس ساكنه هنا. تخيل مكان كان ساكن فيه ناس ولحد دلوقتي موجود مكان اثري. هو مكان اصلا اثري لانه فعلا كل حاجه فيه مختلفه، كل تفصيله فيه مختلفه، كل البيوت هنا وكل الاماكن هنا ليها قصه، ليها حاجه غريبه. الحاره اللي انا فيها او الشارع اللي انا فيه ده اسمه حاره الست برباره. بص بقى انا لسه بستكشف المكان وهو مليان حواري ضيقه واماكن صغيره كتير جدا جدا جدا. في كل جزء فيه هتلاقي فيه مكان، هتلاقي فيه شارع صغير، هتلاقي فيه حاجه تمشي فيها. بصوا هنا كده حاجه غير طبيعيه. تخيل انت ماشي في كل ركن تشوف معبد، تشوف اثر، تشوف مكان تاريخي. بصوا الله روعه بجد، على روعه، حاجه رهيبه. شكل الكنايس نفسها من بعد كده كله رونق كده وجمال. بصوا حاجه حلوه قوي، الشارع فاضي
مش عارف بجد الاماكن الاثريه في مصر كانت بتتعمل بقمه الروعه والجمال والتفاصيل المستحيل الاقي زيها. يلا نكمل. من اكتر حاجه بقى بتميز مجمع الاديان اول ما هتدخله هتلاقي فيه يعني زي هول طويله جدا جدا. الهول دي اول ما تدخل فيها هتلاقي فيه كم كتب يمين وشمال، في كل مكان هتمشي فيه هتلاقي كتب. الكتب دي بقى منها بتتكلم عن الاثار، منها بتتكلم عن التاريخ، منها بتتكلم عن الحضاره المصريه، منها حاجات تانية بتتكلم عن دول مختلفه وحضارات مختلفه. في حاجات كتب منها كلها بتتكلم عن مصر، وفي كتب منها بتتكلم عن ده حاجه زي بازل كده بتتكلم عن مثلا ده سي هيلز اوف ذا ايجيبشن ريد سي، حاجه بتتكلم عن التاريخ المصري وعن البحر الاحمر في مصر. مثلا حاجات زي سوفينيرز كده وحاجات للناس ان هم يشتروها. دي اللي بتميز المكان. اول ما الاجنبي بيدخل او هو خارج بتلاقي على يمينك وعلى شمالك كتب، حاجات سوفينيرز تاخدها، حاجات اللي هي الماجنتس، الماجنت اللي هو ممكن يتحط على الثلاجه مثلا، حاجات زي كده اهي. دي كلها حاجات مصريه كده، زي حاجات هم ممكن ياخدوها معاهم زي سوفينيرز كده، حاجات ليها علاقه بابو الهول، مصر، النيل، حاجات بس تفكرهم يعني ان هم جم مصر او ان هم زاروا المكان ده. فشكلها بجد انترستنج قوي. كمان على يميني وعلى شمالي كتب، فدي شكلها حلو ان انت طول ما انت ماشي في المكان بتبص كتب، وفي حاجات مش بالانجلش بس، في حاجات كمان بالصيني وبلغات تانية عشان تتفهم لكل الاجانب اللي بيجوا هنا. بصوا ده مكتوب مثلا بالصيني، بيكتبوا حاجات بلهجات تانية وبلغات تانية عشان الأجانب يفهموها، لأن هنا بيجي ناس من كل مكان في العالم. وكمان أكتر حاجة عجباني إن في قرآن هم يقدروا إن هم يشتروه أو يجيبوه، وده حلو قوي. بصوا كتب بقى الدينيه، القرآن، الكتب السماويه، في حاجات تانية بالانجلش مختلفه جدا، حلو قوي إنه موجود هنا. ويلكم تو ماي فلوج. بصوا في كم اجانب غير طبيعي من كل الجنسيات بقى، اسبان، دول اجنبيه، من امريكا، في ناس من جريس. فخلينا بنستكشف. بصوا بقى ده مكان تاني ندخل فيه دلوقتي. كل مكان وفي حاجه مختلفه، في طابع مختلف، في شكل مختلف. الاثار هنا بجد حلو قوي، وبجد تشجعك على انك تيجي وتشوف المكان. حتى لو انت ما جيتش مجمع الاديان قبل كده ممكن تيجي ايام تانية غير يوم الجمعه لان هو اليوم الزحمه، ولكن المكان فيه حاجات كتير قوي تتشاف، وفي اماكن كتير قوي داخله في بعضها. حاجه زي كده. البيوت هنا كلها واخده نفس الشكل ده. زيك عامله ايه؟ لها قديمه شويه، واخده تصميم قديم، فشكلها حلو جدا. ندخل. الحقيقه انا اول مره اشوف كم الاجانب الغير طبيعي ده في مكان اثري موجود في مصر. انا دلوقتي شايف بجد كم اجانب من الصين، من اليابان، من كوريا. هو موضوع مخيف وعددهم كبير شويه، ولكن دي حاجه بصراحه مفرحاني قوي. بصوا شكل الناس قد ايه هم كتير قوي. قد ايه في كم ناس. بصوا كل دول اجانب. في ورايا كمان كم اجانب غير طبيعي. بصوا المكان حقيقي زحمه جدا ومليان ناس بشكل غير طبيعي. Hi, do you speak English? Do you speak English? I would love to have you on my video. You don't speak English? Where are you from? Japan or China? China. China? It's your first time here in Egypt? Don't be shy. It's your first time? Yeah. First time in Cairo. You like Cairo? What do you find it so far? Do you like it? Why do you like Cairo? Like? So we are. Okay. No talk. Okay. Thank you. كنت مخضوض من ان انا اروح يوم الجمعه، ولكن لا ما كنتش متخيل العدد ده كله. في كم ناس غير طبيعي. كل الناس اللي ورايا دي اجانب جايين يشوفوا الاماكن السياحيه في مصر، ودي بجد حاجه تفرح قوي بجد. اول مره اشوف كم الزحمه ده، ولكن انا مبسوط قوي ان العدد ده كله جاي مصر عشان يشوف الاماكن السياحيه، فدي حاجه بجد تفرح يعني بجد. دلوقتي اول مره معايا اتنين من الصين. هما Hi, how are you? All good? Good. Good? Great. I'm so happy to have you in Cairo for the first time. You don't understand me that much. انا عايز اقول لكم انا كنت بسالهم عندكم ابلكيشنز ايه في الصين او ايه الحاجات اللي انتوا بتستخدموها في الصين غريبه. قالوا ان هم ما عندهمش سوشيال ميديا. In China you don't have actually all social media. You don't have YouTube, you don't have Instagram. Yes, in China we can't use this. Okay. app.
And what application do you use in China? Like, what's your preferred application in China? What do you use? I use 抖音、小红书。Towi. It's only the application that you have in China. Sorry, I can't understand. It's okay. Thank you so much. هم مش بيتكلموا خالص وعندهم حرج شويه من ان هم يتكلموا انجلش او يتكلموا مع حد غريب ولكن هم لطاف قوي بصراحه التشاينيز. Can we take a photo together? Just a photo. I will be in yours. Yeah. You come to my. Yeah. You can just. Yeah, that's enough. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. يا جماعه مش متخيلين كم العدد اللي ورايا ده، كم اجانب غير طبيعي جايين عشان يشوفوا الكنيسه المعلقه. تعالوا نشوف الكنيسه المعلقه وليه اسمها الكنيسه المعلقه المكان. بصوا مبدئيا شكل الكنيسه ورايا بجد شكلها مختلف جدا وتحس ان هي مصممه، هي فعلا على مساحه عاليه او على سبيس عاليه جدا. التصميم بتاعها من بره وشكلها من بره فعلا يشجعك ويخليك حابب جدا انك تدخل وتستكشف المكان من جوه. شو العمق بتاعها والرسم بتاعها حلو جدا بجد غير طبيعي. انا داخل المكان حاسس ان انا داخل مكان قديم جدا واثري جدا وفيه اهتمام كبير بكل التفاصيل بتاعته. خليني اوريكم. بصوا بجد المساحه بتاعته عاليه بشكل غير طبيعي وفي اهتمام بكل تفاصيل المكان. بصوا انا بجد منبهر بشكل غير طبيعي من المعمار والتصميم بتاع المكان والحجم والمساحه بتاعت المكان. المكان عالي جدا وفي نفس الوقت المعمار والتصميم بتاعه شكله حلو جدا. بصوا اراوند حواليا كله حقيقي المكان يستاهل، مريح جدا نفسيا وفي نفس الوقت بشكل الاغلب الاماكن التاريخيه بشكل عام او الدينيه بشكل عام مصممه بيه. يعني اعتقد التصميم ده موجود قريب منه شويه نفس التصميم بتاع مسجد السلطان حسن والرفاعي، الاثنين تحس فيه ما بينهم المساحه دي. هنا برضو انا حاسس نفس المساحه دي. مكان مريح قوي. What are the other places that you went to in Cairo so far? It's okay. This is في حد معاها هو بيصورها من ورا وهي محرجة شوية إن هي تتكلم. Thank you so much. I'm so happy to having you. Thank you. I'm sorry, I can't speak very It's good okay. English. It's okay. Thank you. Thank you. Thank you. السنين بغلبهم مش بيحبوا يتكلموا قوي او مش بيعرفوا يتكلموا قوي انجلش، بس هم يعني فريندلي شويه، بس مش بيخافوا شويه من الكاميرا او بيخافوا ان هم يتكلموا مع حد اجنبي شويه. كده عجبني جدا المعمار والمساحه بتاعت الكنيسه كلها، مساحتها كبيره جدا جدا والمعمار بتاعها تصميمه مختلف جدا، فتحس ان انت في مكان كبير جدا ومريح نفسيا بشكل غير طبيعي. كبير بشكل يعني بس انت شايف هنا القاهره القديمه كلها وفي كنايس اللي هي كانت موجوده هنا ودي اللي احنا كنا موجودين عندها، فشكل المكان كله بالاثار بتاعته بجد مكان. فالمكان بكل الاثار بتاعته وكل الاشكال بتاعته هو مكان تاريخي من العيار التقيل. الكنيسه المعلقه وجنبك كنايس تانية وفي وراهم وبعد كده جنبهم او وراهم مسجد عمرو بن العاص. انا دلوقتي بقى داخل لاقدم واحسن مسجد موجود في مصر كلها، مسجد عمرو بن العاص. المدخل بتاع المسجد انا داخل وقت الصلاه، مدخل المسجد حاجه رهيبه غايه في الروعه. بصوا عدد الناس اللي بتصلي ما شاء الله. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. هنصلي دلوقتي حالا ونكمل الفيديو في المكان. الله أكبر.
اول ما دخلت المسجد دلوقتي حالا حاسس بجد بروحانيه غير طبيعيه. تخيل مسجد تاريخه قديم جدا جدا، ده من اول المساجد اللي عملها عمرو بن العاص في مصر. قلت لكم التاريخ بالظبط هنا. روح المسجد والمكان حقيقي تاريخيه، تحس فيه اثار تاريخ غير طبيعيه موجوده هنا. وبالاخص انا موجود دلوقتي في اقدم مسجد اتعمل في مصر. بصوا كم العمران وكم الجمال اللي موجود في المسجد. عايز اوريكم ورايا كده المساحه والمسافه بتاعه المسجد، حاجه غير طبيعيه. متخيل ان ده بس البدايه بتاعه المسجد من اول ما انت بتدخل، ولسه في جزء تاني ورا. بصوا المساحه والتصميم كان بجد موجود في نفس المكان. العمران الاسلامي وتطويره بالتجديد اللي حصل في المسجد هنا مخلي شكله فعلا حلو قوي، ومخلي شكله شيق جدا انك تبقى موجود فيه وانك تشوفه. بصوا المساحه اللي ورايا العملاقه بشكل غير طبيعي. كل دي مساحه، بصوا خليل المساحة بجد رهيبة جدا. كل دي المساحة بتاعت المسجد من هنا، كل ده السلام عليكم، كل ده شكله حلو جدا. ولسه في مساحة تانية ورا، وفي جزء تاني ورا. التفاصيل بتاعته فعلا هي اللي تفرحك وتحببك انك تشوفه وانك تستكشفه اكتر. وبالاخص ان هنا في اجانب بيجوا من كل مكان في العالم، ف نظرة الاجانب للمكان غير نظرتك انت كحد صاحب البلد موجود في المكان. تيجي بقى مجرد ما انت بتدخل من هنا بتلاقي في قبه كده موجوده في وسط المسجد. القبه دي شكلها حلو جدا ومختلف ومميز قوي، وعلى فكره معمول على نفس التراث بتاع المسجد ده. معمول هتلاقي نفس النظام بتاعه ونفس الستايل بتاعه بتاع مساجد تانية كتير، زي مساجد مثلا في تركيا او مساجد في اماكن تانية كتير في العالم. تحس نفس النظام ونفس السيستم بتاع المسجد، وهي الساحه الطويله اللي تبقى موجوده وسط ساحه المسجد كلها. المسجد بيبدا كده من هنا من ورايا، الساحه حوالين داير كلها. المسجد كله واخد نفس المساحه. اوقات اللي بيبقى فيه عدد ناس كبير هنا موجودين في المسجد، زي مثلا رمضان، زي صلاه الجمعه، الحاجات دي كلها. المكان ده بيبقى معمول حلو جدا ان هو موجود في وسط المسجد. المساحة بتاعته حقيقي حلوة، مجرد بس شكله كده وانت موجود حواليه، وان هو موجود حوالين المسجد، فممكن تبص له من اي اريا او من اي مكان موجود في المسجد. دي حاجه حقيقي حلوه جدا، حاجه رهيبه جدا. تصميمه حلو بشكل ما توصفش. بعدين من هنا كمان المساحه اللي احنا دخلناها من بره في قدها بالظبط في الجزء الثاني من المسجد وفي كل جوانب. يعني هو المسجد متقسم 4 اجزاء، الجزء اللي ورايا، الجزء الناحيه الثانيه اللي على اليمين، الجزء اللي هنا على الشمال، والجزء اللي في الوش ده. بصوا شكله عامل ازاي، القبب العاليه والخشب اللي موجود في كل مكان في المسجد، شكله فعلا يخطف العين. وكمان المسجد هنا معمول بنفس التصميم بتاع مسجد الازهر. مسجد الازهر ومسجد عمرو بن العاص هتلاقيهم معمولين بنفس التصميم، نفس شكل المسجد، المساحات بتاعته، القبب اللي تبقى موجوده حواليك في كل محيط في المسجد، والسطح او السقف العالي جدا للمنبه بتاعه. ده معمول عشان هو بيساعد على الراحه النفسيه في المكان. الناس وهي بتصلي وهي بتتعبد دايما الاسقف في المساجد تلاقيها عاليه. وبصوا القبب اللي حواليها دي، تحس ان انت وانتوا شايفينها دلوقتي تحس ان اللي هي ملهاش نهايه. دي قبه الثانيه، الثالثه، الرابعه، فهي ليها عدد، ولكن هي واخده بقى مساحات كبيره. يعني دي 1 2 3 4 بطول المسجد كله. كذلك الناحيه الثانيه من المسجد واخده كل المساحه دي.